في هذه المزرعة التي يستغلها في تربية الإبل والمواشي، شرع السيد جلول بمساعدة ابنه في عملية زراعة الترفاس وفق طريقة ابتكرها من خلال استخلاص بذور نبات الرقيق الصحراوي. ندير في العملية نتاع الحرث نتاع الرقيق. هذه الزريعة نتاع الرقيق هذه راك تشوف فيها، راني نزرع فيها هنايا. كي نوض الرقيق هذا هو الرقيق اللي يجيب الترفاس. بلا الرقيق هذا ما يجيش ترفاس، اي شجره ما تنوضوش. هذه هي النو اللي تنوض الرقيق، القوشتيه نقولوا لها احنا اصحاب الصحراء يسموها النو القوشتي. كي تصب القوشتيه هذه هي اللي تنوض الرقيق في البلايص اللي ينوض فيها الرقيق تنوضوا. من بعد اللي ينوض الرقيق يعود شويه طويل ينوض الترفاس. من هنا درك ينوض كي يجي الشتاء يضوق الترفاس هذا يبدا يكبر في الربيع. عندك كي يجي عقاب الربيع ذاك الوقت خلاص يحبس هو، حتى اللي عاد كاين في الارض يخمر ما يجيش عقاب الربيع يكمل. الفلاحين المجتهدين اكتشفا عشبة الرقيق المستغلة في زراعة فطر الترفاس، وهي نفس التجربة التي نجحت خلال السنوات السابقة. اول واحد اللي يزرعوا بالبيفو كاع ما كانش على مستوى الجزائر هنا، ما كانش اللي يدير الترفاس على البيفو، واللي تقولوا عليه يقول لك واش راك تخرف، هذه ما كانش منها. وانا الفكره هذه راني كنت نحوس انا في الدول منا ومنا، ولقيت الناس دايرينها كما دول الخليج وهذيك يديروها، يزرعوه هما يديروا الكوتا الزريعه نتاع الرقيق هذه تنوض، وكي ينوض الرقيق ذاك يجي من الترفاس، يجي بالك الحبه اللي فيها كيلو ونص. تسمى الخط هذا درناه باش تسمى يجي فيه الزريعه تاع الترفاس، نحطوا فيه الزريعه وكيجي تسمى دوا الموسم تاعو منه وجاي تعود تنوض تسمى الترفاس. بعد تنوض الرقيق والرقيق ينوض تحت الترفاس. ايه تسمى يجي الرقيق هو الاول ومن بعد يجي الترفاس. تحدي المستحيل وتكرار التجارب هو ما يقوم به السيد جلول، والذي يحاول في كل مرة إنتاج هذا الفطر البري الصحراوي الثمين.